محمد حسين زي كل واحد فينا عنده التزامات وضغوط وشغل كتير، فلما بيتخنق بياكل اكل عشوائي وفاست فود، وطبيعه شغله بتخليه قاعد على طول على المكتب، وطبعا كسل ووقف تمرين. مع الوقت ظهره بدا يقتب وعضلاته بتقل ودهونه بدات تزيد، وحاسس بتعب وخمول وجسمه على طول مش فايق ومكسر. ومع الوقت لما لقى دهون بطنه بتزيد وشكله ما بقاش حلو في اللبس، قال بس كده خلاص كفايه، لازم احسن من صحتي ومن شكل جسمي. كلمني على طول وبعت 3 صور ليه والانبادي بتاعه، وجاوب على كل الاسئله اللي بعتها لي. يومين 3 وعملت له البرنامج المخصص ليه، والمتابعه معاه على الواتساب كانت كل يوم، فما كانش فيه اي حاجه توقفه. ومن وقت للتاني بعمل له ابديت بناء على النتائج بتاعه جسمه، اشوف شكل جسمه عشان اشوف التطور وان الدهون بتقل والعضلات بتزيد. وكل ما جسمه يتغير ويستجيب اعمل له تغيير في النظام الغذائي وفي التمرين. تخيل عملنا كام ابديت في فتره ال3 شهور؟ ولا مره ولا 2 ولا 5 ولا حتى 8 مرات، عملنا 11 ابديت. استلم مني 11 برنامج غذائي مختلف و11 برنامج تدريبي مختلف، فعشان كده جسمه على طول بيتغير. وفي النهايه بعد كل التعب ده وكل التغييرات في الدايت دي وكل المستوى اللي عمال يتطور واحده ورا الثانيه، محمد حسين بعد 3 شهور وصل للفورمه العظمه دي. كل اللي عمله انه اختار المدرب الصح، وثق فيه وطبق والتزم بكل حاجه عملتها له. وكل اللي عايز افهمه لك كفايه تمشي على برامج عشوائيه، في الاخر هتضيع وقتك وفلوسك ومش هتلاقي نتيجه، وهتزهق وتمل وتسيب اللي انت بتعمله. فلو عايز تبقى انت العظمه اللي جايه، ابعت لي رساله بالتدريب الاونلاين.